عراقي قاوم إغراءات الشركات الأجنبية ليجعل من براءة اختراعه منتوجا وطنيا في الصيدليات والمداخر. الاختراع عبارة عن بودرة مستخلصة من صدفة الحلزون دناب، لها قدرة فائقة على إزالة تصبغات الأسنان وتلميعها. بسبب انقطاع مادة البومص بين الحين والآخر في الأسواق المحلية لكونها غالية الثمن، تم البحث عن مواد بديلة أخرى وهي بودرة صدفة الحلزون ذناب المدبب. تحمل هذه المادة خصائص كيميائية وفيزيائية تفوق المادة الأجنبية. تعمل هذه المادة على توفير سطح خشن بين سطح السن والمادة المنظفة للأسنان أو أداة الأسنان التي يستخدمها الطبيب. تعمل على إزالة التصبغات والتكلسات الموجودة في الأسنان، وهي موجودة الآن في الأسواق بثلاث أنواع: باودر مختبري وباودر طبي ومعجون طبي أيضا. طالب الدراسات العليا في جامعة كربلاء مثنى جواد يمضي جل وقته في مختبره ليحول البحوث التي يجريها إلى تطبيق عملي منتج بين أيدي المواطنين. والسوبر بومس براءة اختراع تحول إلى بودرة أو معجون للأسنان يفوق في فعاليته المنتوج المستورد. تختلف من ناحية التركيب الكيميائي، تختلف بشكل بسيط، ولكن هذا الشكل البسيط هو يؤثر على سطح السن. فإذا نظرنا إلى صلادة هذه المادة هي من 4 إلى 5 حسب مقياس موس، بينما المادة الأجنبية هي من 5 إلى 6 ممكن أن تؤثر على سطح المينا. بالإضافة إلى احتوائها على مادة السيليكا، تعمل هذه المادة على إزالة البكتيريا وتمنع نمو البكتيريا لفترة طويلة، وقد قيس ذلك بمجرى القوى الذري أي FM. صدفة الحلزون ذناب تحولت بين يدي مبدع عراقي إلى منتوج يحفظ بها الأسنان ولمعانها، وغزا الصيدليات وبأسعار مقبولة. سوبر بومس منتج عراقي 100%، أصبح الآن في الأسواق المحلية العراقية بعد أن قاوم صاحب براءة الاختراع مغريات الشركات الأجنبية. لقناة بلاد الفضائية، عبد الأمير الكناني، كربلاء المقدسة.